ومن أسباب الشقاء ونكد الحياة وضيق النفوس وقلقها المستمر وسواد الوجوه وتعاسة الأمور وتكدر الأشياء ذنوب الخلوات، وأنت أعلم الناس بنفسك في الخلوات. ومن أسباب سعادة النفوس وراحة البال وتسيير الأمور طاعة الله في الخلوات. اجعل لك خبايا مع الله، صدقة ما أحد يعرفها، يتيمة، مسكين، فقير وقفت معه وذاك عنته وذاك فرجت عليه، اجعلها في الخفاء، اجعل لك خبايا مع الله لا أحد يعرف عنها. فوالله إن من أسباب السعادة طاعات الخلوات، الخفايا التي لا يعرف الناس عنها لكن يعرفها ربك عنك. وانتبه من ذنوب والله إنها مسقطات ومعثرات، ومن أسباب الخروج من دائرة الطاعة إلى المعاصي والآثام ذنوب الخلوات. كن قوي